وهنا سؤال هيروح ناحيه عمر. عمر، لو قلبك اتحرك، مش هقول لك قلبك اتحرك عشان انت ما شاء الله كلامك عميق، بس انت فاهمني اكيد. يعني انت لو حسيت ان انت معجب بزميله ليك او حاجه، ممكن تروح تقول لماما وبابا ولا بتتكسف ما بتتكلمش تقول لواحد صاحبك؟ لا مش هتكسف ولا اقول لواحد صاحبي ولا حاجه، بس مش هفكر في الموضوع اصلا اللي انا دلوقتي. وبعدين بقى طب تقول لي المنهج اللي بابا وماما ماشيينك عليه. ما هو اقول لك ابوك قال عليك ايه. والله العظيم ما بهزرش، اصل انا دلوقتي يعني مركز في حلمي اولا. ايوه. بعد كده لما اقول انا حتى انا عن نفسي انت خير نماذج المراهقين. انا مش عايز اتجوز برضه غير لما احقق حلم مثلا اوصل 28 سنه مثلا. يعني انت هتعد كل حاجه تحقق الحلم. ما شاء الله. كل حاجه لحد ما تحقق الحلم. ربنا يعينك. ما تخافوش، مش هاجي ناحيتكم خالص. انا عارفه انتوا شاطرين مش بتركزوا في الحاجات دي دلوقتي. فعلا ده المطلوب. ده المطلوب انه يبقى عندي هدف. يعني انا لما بابا وماما يقعدوا معايا ويكلموا معايا ونحط مع بعض اهداف ونسعى ان احنا نحقق الاهداف دي، لما تتحرك المشاعر هتتحرك ناحيه الاهداف والاحلام والطموح اللي احنا عايزينه اكتر من اي حاجه ثانيه. دكتوره عوض، هل من حقي انا كأب اطلب منه يعني من صحابه وتليفوناتهم وابدا اسمع معاهم واشوفهم وبتاع، هل ده من حقي؟ واخرج معاهم مثلا اعزمهم؟ من حقي. من حقي على من باب الاطمئنان، مش من باب عدم الثقه. يعني نرجع تاني للحوار. يعني لو احنا في بينا حوار، فانا عايزه ابقى مطمن عليك، عايزه ابقى عارف، لانه زي ما احنا بنشوف حوالينا نسبه الجرائم ونسبه مش عارف ايه ونسبه ايه بقت موجوده كتير. فانا من باب الاطمئنان عليك انا عايز اعرف اصحابك. مفيش مانع ان انا استقبلهم عندي في البيت، مفيش مانع ان انا اخرج ونتغدى مع بعض، اتعرف عليهم، مفيش مانع. يا سلام لو اخدنا خطوه اكتر واتعرفت على الاهل، يعني اهلهم كمان، اهلهم نكون كلنا اصدقاء احسن، تكون في حلقه وصل. فلو حاجه حصلت عند حد انا اكيد هبقى عارف من الاهل. صح.